أو أن الله عز وجل يدخل الإنسان الجنة على بلاغة لسانه، لكان فرعون أحق بالجنة من سيدنا موسى، حق بالجنة من سيدنا موسى، حق بالجنة من سيدنا موسى. الأبلغ في الكلام كان فرعون. فرعون أنت لما تيجي تشوفه وهو بيخطب عنده بلاغة وطلاقة في اللسان، لكن سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فرعون لما جه يقنع قومه بربوبيته اتكلم على موضوع اللسان ولا يكاد يبين، ما بيعرفش يتكلم. فلو ربنا عز وجل بيدخلنا الجنة وبيتقبل الدعاء على بلاغة ألسنتنا لأدخل فرعون الجنة.